عارف المليون دولار اللي هتعملهم وانت نايم عاملين زي السكس باكس اللي هتعملهم من اكل البسبوسه بالقشطه. الاتنين بيحصلوا في احلامك بس. فوق بقى كده معايا واغسل وشك عشان الموضوع كبير، والكلام اللي جاي ده فيه الزتونه. تفتح السوشيال ميديا تلاقي شباب أصغر منك ب5 سنين لابسين بدل بتلمع وواقفين قدام عربيات غالبا مأجرينها بالساعة، وبيقول لك بثقة غريبة عملت ثروة من الكريبتو والدروب شيبينج، ولو عايز تعرف السر اشتري الكرسي بتاعي اللي عليه خصم 90% لفترة محدودة. يا عيني على الحنية، الواد خايف على مستقبلك أكتر من الحاجة ذات نفسها. وتلاقي الشاب الغلبان من دول اللي طافح الكوتة في شغلانتين عشان يكفي حق المواصلات يروح يستلف تمن الكورس. لو هو بيعمل $1,000,000 في أسبوع، إيه اللي جابره يبيع لك السر ب200 جنيه؟ فكر بجمجمتك. يعني بالعقل كده، لو أنا لقيت مغارة علي بابا هروح أعمل إعلانات ممولة عشان أقول للناس كلها على مكانها؟ ده كان عبى الدهب في شويلة واستخبى. الراجل ده ما بيعملش فلوس من الكريبتو يا معلم، الراجل ده بيعمل فلوسه منك انت اللي بتدفع له تمن ايجار اللامبورجيني اللي بيتصور بيها. طب احنا ليه بنقع في المقلب ده؟ السوشيال ميديا لعبت على وتر الاحتياج، صدرت لنا ان النجاح سهل وانك متأخر قوي، فبقينا نجري ورا اي سراب عشان نلحق السباق. بنشوف فيديوهات السبوبة السريعة دي زي ما الغريق بيشوف قشاية، بس المشكلة انها مش قشاية، دي خازوق متغلف. مفيش حاجة اسمها طريق مختصر للنجاح، ومفيش حاجة اسمها نجاح في الكبسولة، مفيش أسانسير للقمة، هتاخد السلم غصب عنك. السعي الحقيقي والتعلم والجهد والعرق هم دول اللي بيبنوا أساس متين يعيش معاك. أيوة، الطريق طويل وصعب بس آخره مضمون. إنما الكلام الفاضي ده زي الألعاب النارية، بتفرقع وتنور السما لمدة ثانية وبعدين بتسيبك في الضلمة ألعن من الأول. النجاح الحقيقي محتاج تتعب في إنك تتعلم مهارة حقيقية، تقرأ، تغلط، تقع وتقوم، تنفض هدومك وتكمل. الجهد والعرق هم اللي بيبنوا القيمة. الشغل الحقيقي هو اللي بيعمل راجل يعتمد عليه. زمان أهالينا قالوا اللي يجي بالساهل يروح بالساهل، وأنا بقولك اللي يجي بالساهل ما بيجيش أصلا يا أبو الصحاب. استثمر في نفسك بجد، اتعلم لغة، اتعلم برمجة، اتعلم صنعة، بس فكك من تجار الأحلام عشان دول بياكلوا على قفانا عيش. لو حسيت ان الكلام ده علم في جمجمتك ارزع زرار الاشتراك، خلينا نكبر دوبامين الغلابة ونقفش تجار الوهم سوا. وانزل حالا في الكومنتات تحت وقول لنا ايه اغبى كورس او سبوبة شفتها على النت وكنت خلاص هتدفع فيها فلوسك. خلينا نضحك على خيبتنا مع بعض. مستنيكم في التعليقات، اشوفكم الفيديو الجاي. احلى غلابة، سلام.